مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. حاكم الإقليم الجنوبي يجتمع بمدراء الضواحي. اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية تناقش خطة عملها الاستراتيجية. تنظيم ورشة عمل تعليمية في مصوعة. طهران ومينسك تتفقان على خارطة طريق للتعاون خلال عام 2025. الولايات المتحدة تعلق صفقات تكنولوجية مع المملكة المتحدة. انطلاق المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في عمان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. حث حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيون المدراء الإداريين للضواحي على العمل من أجل ضمان كفاءة وفعالية الخدمات الإدارية. وشدد السيد هبتاب متحدثا إلى مدراء إدارات الضواحي في مديريات دقة محاري وترونا وسجنيتي ومعيني وعد قيح وصنعفة في اللقاءات التي أجراها في الفترة من 4 وحتى 14 من ديسمبر بضرورة عمل الإدارات المحلية بشكل وثيق مع المواطنين. ودعا إلى تعزيز دور إدارات الضواحي للعمل وفقا لإعلان الأراضي رقم 58 للعام 1994 والذي ينص على أن الأرض ملك للدولة ويجب ممارسة حق الاستخدام وفقا لأحكام الإعلان المرفقة به لضمان اتباع سبل الحل السليم للنزاعات بين القرى وكذلك الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد. وأضاف أن البرامج الإدارية والتنموية تبدأ بشكل أساسي من إدارات الضواحي، داعيا إلى بذل جهود متكاملة لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وتعزيز الأنشطة الزراعية والبنية التحتية والحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال تعزيز مشاركة المجتمع. وأعرب المشاركون بأن الاجتماع سيساعدهم على ضمان تقديم الخدمات الإدارية المناسبة، وحثوا إدارة الإقليم على المساهمة في حل مشكلة النقص في مكاتب إدارات الضواحي في مواقعها. هذا ويضم الإقليم الجنوبي 232 إدارة ضاحية تابعة ل 12 مديرية. عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية اجتماعاتها في العاصمة أسمرة يومي 15 و16 من ديسمبر لتقييم الأنشطة السنوية ومناقشة تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الجديدة. وحضر الاجتماع مسؤولات الأقسام وفروع الأقاليم وممثلي الجاليات، حيث تم تقديم تقارير عن الأنشطة التي تم تنفيذها. كما ناقش الاجتماع نقاط القوى والضعف في الاتحاد وتقدم سير الأعمال. وتضمنت التقارير دور المرأة في النضال الوطني والتنمية والتدريبات والمساعدة المالية لرفع المستوى المعيشي للمرأة والحملات لرفع مستوى وعي المرأة والقضاء على الممارسات الضارة وخلق البيئة الملائمة لتمكين الطالبات الشابات. وأكدت رئيسة الاتحاد السيدة آتس فميكائيل أن الاتحاد يعمل من حين لآخر على وضع خطط استراتيجية لتحقيق رؤيته وأهدافه، مشيرة إلى أن التنمية والتقدم المنشودين سيتحققان من خلال مواجهة التحديات والمتطلبات القائمة وإلى اهتمام كبير للفرص المتاحة. وتم الاتفاق في الختام على العمل بجدية في عام 2026 على تعزيز البرامج الرامية إلى رفع مستوى الوعي السياسي للمرأة ومشاركتها في المحافل الوطنية، وتقوية التنظيمات النسائية وتعزيز القدرات المهنية للكوادر، وتعزيز مساهمة المرأة وزيادة نموها الاقتصادي وضمان استفادتها من الخدمات الصحية المتوفرة على مستوى البلاد. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر ورشة عمل في مصوع يومي 13 و14 من ديسمبر حول سير برامج تعليم الكبار على مدى السنوات التسع الماضية تحت شعار دور تعليم الكبار في تقوية قدرات المواطنين وإنتاجيتهم. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان التقدم المحرز في برنامج تعليم الكبار والخبرات المكتسبة والتحديات التي تمت مواجهتها. وقال أن معدل النمو محو الأمية في الإقليم ارتفع من 59% عام 2008 إلى 70% في الوقت الحالي. وذكر مسؤول فرع التخطيط وتطوير مناهج تعليم الكبار في قسم تعليم الكبار والإعلام السيد تكابو أيموت في التقرير الذي قدمه أن برنامج تعليم الكبار يشمل محو الأمية وبرنامج عريوت والفصول المسائية والمكتبات العامة، مضيفا أن العديد من المواطنين قد محوا أميتهم ووصلوا إلى أعلى مستوى تعليمي من خلال البرنامج المنفذ لمدة 25 عاما بتمويل حكومي. من جانبه أوضح المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام السيد جبرز قدمام أن التقدم المحرز في إقليم شمال البحر الأحمر مشجع رغم صعوبة التضاريس وحياة الترحال.
وقال أن جعل الدورات التدريبية جزءا من برنامج تعليم الكبار، وتوسيع البرنامج عبر وسائل الإعلام هو جزء من الخطة الخمسية. ودعت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة إلى التركيز على التحديات الرئيسية التي تم تحديدها والوصول إلى القرى التي لم يتم الوصول إليها بعد، منادية المعلمين وإدارات الضواحي والمدارس إلى العمل لتحويل الوعي إلى نتائج ملموسة. هذا وقد تضمنت ورشة العمل تقديم أوراق عن الكتب الدراسية للكبار ومواد أخرى تدعم البرنامج. أفاد فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بإقليم القاشبركة في الاجتماع التقييمي الذي عقده يوم أمس 15 من ديسمبر بمدينة بارونتو أن المبادرة المتخذة لتعزيز القدرات المهنية للشباب في المناطق النائية في عام 2025 كانت فعالة. وقدم مسؤول الفرع المكلف السيد ماريكوس كرماسيون في الاجتماع تقريرا عن العمل المنجز وفقا لخطة العمل، كما قدم مسؤول الوحدات وفروع المديريات من جانبهم شرحا مفصلا عن برامجهم التي ركزت على رفع مستوى الوعي وتعزيز التنظيمات وتزويدها بالتدريبات المهنية والقضاء على الممارسات الضارة وتشجيع الطلاب المتميزين وغيرها من الأنشطة الشبابية. هذا وقد تلقى 1710 شابا من بينهم 778 شابة تدريبا في كل المديريات بالإقليم بحلول عام 2025. وحث رئيس الاتحاد السيد صالح أحمد الدين فرع الاتحاد في إقليم القاشبركة على توسيع تنظيماته والقيام بأنشطة فعالة بالتنسيق مع الشركاء. وذكر حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروية وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم السفير محمود علي جبرة بأن التدريبات المهنية والمدنية التي تنظمها فروع الاتحاد على مستوى المديريات والإقليم لها تأثير إيجابي على تمكين الشباب، مشيدين بالعمل المنجز على مستوى إدارات المديريات لتحسين جودة التعليم وتحصيل الطلاب ورفع معدلات مشاركة الإناث في التعليم. قام فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر نشاطه السنوي في الاجتماع الذي عقده يوم 14 من ديسمبر بمدينة عصب. وقدم مسؤول الشؤون السياسية في الفرع السيد جبريل تسفاي ومسؤول الشؤون التنظيمية السيد حسن أحمد تقارير عن الأنشطة المنفذة في أوساط الشعب والموظفين المدنيين، وذكر بأن البرامج الهادفة لرفع وعي الأعضاء تضمنت السمينارات ونشر الكتيبات ودورات العلوم الاجتماعية، موضحان بأن المشاركة الشعبية كانت عالية في صيانة المدارس وبناء الحواجز المائية والمدرجات وصيانة الطرق الفرعية والنظافة البيئية. ودعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزاني مكييل التنظيمات المنتشرة في أوساط الشعب والموظفين المدنيين إلى العمل الجاد من أجل ترسيخ الوعي وتقوية التأطير. من جانبه دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها إلى العمل بقوة لتوريث تاريخ وثقافة وقيم الجبهة الشعبية للمواطنين. نظم فرع التعليم في مديرية كرم في الفترة من 8 وحتى 13 من ديسمبر الجاري دورة تدريبية لتعزيز قدرات المعلمين في المجالات الثقافية والصحية والرياضية. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ رمضان فضيل أن 175 معلما من 58 مدرسة من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية شاركوا في الدورة التدريبية. وذكر مسؤول التعليم في مديرية كرن الأستاذ يوسف عقبة سلاسي المدارس بضرورة التركيز على الثقافة والرياضة والصحة، موضحا بأن التدريب تم تنظيمه لخلق دافع للمعلمين الذين لديهم ميول وقدرات في هذا المجال. من جانبهم حث المدربون المتدربين إلى العمل الجاد لتطبيق المعرفة المقدمة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التوصل إلى اتفاق بين إيران وبيلاروسيا على إعداد خريطة طريق للتعاون خلال العام المقبل. وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ماكسيم ريجونكوف في إطار زيارته الرسمية إلى مينسك أنه أجرى مباحثات جيدة وبناءة ومثمرة مع ريجونكوف وكذلك مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدما حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وأشار إلى وجود تقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال عدد من القضايا الدولية والإقليمية، لافتا إلى أن طهران ومينسك تتعاونان بشكل وثيق في المحافل الدولية ولديهما مواقف متقاربة إزاء القضايا الإقليمية. وأوضح أن المشاورات التي جرت خلال الزيارة انتهت إلى الاتفاق على وضع خارطة طريق للتعاون للعام المقبل تحدد خطوات عملية
لتعزيز الاستفادة من إمكانات البلدين. علقت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تكنولوجية أبرمتها مع بريطانيا في وقت سابق من هذا العام، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحكومية والطاقة النووية المدنية. ونقل الصحيفة عن السلطات البريطانية تأكيدها أن واشنطن علقت الاتفاقية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تضغط على لندن للحصول على تنازلات في مجالات تجارية خارج نطاق الشراكة التكنولوجية. وتم الاتفاق على اتفاقية الازدهار التكنولوجي بين البلدين في سبتمبر الماضي خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بريطانيا بهدف تعميق العلاقات الثنائية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة. وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث استثمرت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بالفعل مليارات الدولارات في عملياتها داخل بريطانيا. انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في العاصمة عمان على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمملكة. هذا الحدث يبرز انطلاق المنتدى الاقتصادي كفرصة لتعزيز التعاون، ويشارك في المنتدى قادة أكثر من 20 شركة هندية كبرى. هذه الشركات تعمل في مجالات التصنيع والهندسة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. ويعد هذا التنوع في الشركات دليلا على أهمية انطلاق المنتدى الاقتصادي. وعقد الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر الحسينية. ركزت المباحثات على آليات توسيع التعاون بين الأردن والهند. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وغرفة تجارة الأردن. والهدف هو تعزيز وتسهيل العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات والخبرات، حيث أن انطلاق المنتدى الاقتصادي يعد خطوة هامة نحو بناء علاقات استراتيجية. في الخبر الأخير، شددت الهند إجراءات مكافحة التلوث في دلهي والمناطق المجاورة بعد أن تدهورت جودة الهواء في العاصمة إلى أسوأ مستوياتها هذا الموسم. وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة الهندية أن لجنة إدارة جودة الهواء أعلنت عن تفعيل المرحلة الرابعة، وهي أعلى مستوى من خطط الاستجابة المتدرجة لدلهي والمناطق المحيطة. وتحظر القيود دخول شاحنات الديزل القديمة وتوقف أعمال البناء بما في ذلك في المشاريع العامة، وتفرض نظام التعليم الهجين. وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم، وخاصة الأطفال ومن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو القلب، مناشدة بضرورة وضع الكمامات عند الخروج. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. حاكم الإقليم الجنوبي يجتمع بمدراء الضواحي الإدارية. اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تناقش خطة عملها الاستراتيجية. تنظيم ورشة عمل تعليمية في مدينة مصور. طهران ومنسك تتفقان على خارطة طريق للتعاون خلال عام 2026. الولايات المتحدة تعلق صفقة تكنولوجية مع المملكة المتحدة. انطلاق المنتدى الاقتصادي الأردني الهندي في عمان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.